بيبدأ الفيلم مع ولد اسمه قيصر اللي بيكون بيجهز نفسه علشان يروح المدرسة، لكن بتكون أمه إلويس بتكون قاعدة بتحط مكياج في غرفتها، وبيروح قيصر علشان ينادي صديقه كيفن اللي بيكون نايم في بيتهم، وبعدها بيجهزوا شنطتهم وبيروحوا المدرسة. لكن ألويس بتكون على التليفون، وقبل ما يمشي كيفن من البيت بيسلم على لويس، لكن لويس بتكون قاعدة عمالة تحكي في التليفون مع حبيبها. وفي المدرسة بيكون قيصر قاعد بيتفرج على الصور في الكاميرا، وفجأة بيقول لكيفن ان هو عايز يطلع يعني ممثل لما يكبر، لانه ما بيحبش الدراسة والمدرسة وما بيحبش يضيع وقته في الدراسة. فقيصر بيقوله حتى لو انت سبت المدرسة لازم تروح مدرسة تمثيل. وهما بيتكلموا مع بعض بيقطعوهم مجموعة من البنات اللي بينادوا على كيفن وهو بيروح لهم، لكن قيصر بيفضل قاعد لوحده. وبيبدو كده ان قيصر ما عندوش اي اصدقاء غير كيفن، لان قيصر بيشعر بالوحدة لما كيفن بيسيبه ويروح يقعد في مكان تاني. ولما بيرجعوا من المدرسة بيشوف قيصر عشيق امه اللي بيكون جاي يمشي من البيت، والشي ده بيخليه منزعج جدا. وإلويس بتسأل كيفن هو هيقعد معاهم النهارده زي امبارح ولا لأ، فبيرد عليها وبيقول لها ان هو هيقعد معاهم. بعد كده بيدخلوا لغرفة قيصر، وبعدها بيسأل كيفن عن السبب اللي مخليه متضايق، لكن قيصر ما بيردش عليه، وبيدوله بعض الملابس علشان يغيرها ويقلع الزي المدرسي بتاعه. وبعدها بيروح كيفن الحمام وبيسبح، وبعد ما بيخلص بيطلب من قيصر انهم يتفرجوا هما الاتنين على فيلم بما ان عندهم بكرة اجازة. لكن قيصر بيكون مسيطر ان هو لازم يخلص يعني الواجبات المدرسية بتاعته في الاول. وبالليل بنلاقي لويس بتحضر الاكل وبيروح يساعدها كيفن، لكن لويس بتبدأ ان هي تتغازل فيه يعني قدام ابنها، وبتسأله أسئلة خاصة عن حياته وإن هو عنده حبيبة ولا لأ. والموضوع ده بيخلي قيصر قاعد متعصب وبيقاطع كلامهم، والأم بتلاحظ عصبيته وبتقعد على مائدة العشاء وبتحاول تفتح نقاش بما إنه يعني الكل بيقعد ساكت. وبتسأل كيفن عن المدرسة، وكيفن بيرد عليها وبيفضل يحكي معاها بطريقة رومانسية، لكن قيصر بيكون منصدم من تصرفات صديقه، وإن هو يعني بيحاول يتقرب من لويس أمه عن طريق إن هو بيلمس رجليها. وبعد ما بيشوف ان لويس فتحله المجال وساعدها في تصرفاته، لكن قيصر ما بيكونش عنده علم بالشي اللي حصل ده وان هو كان بيعاكسها في رجليها. وبعد ما بيخلصوا العشاء كيفن بيطلب من قيصر ان هما يتفرجوا على فيلم، لكن قيصر بيرفض وبيقول ان هو تعبان ومش قادر يتفرج على اي حاجة وان هو عايز ينام. وبعد فترة من الوقت بيتأكد كيفن لو فعلا قيصر يعني راح ينام، ولما بيتأكد بينتهز فرصة نوم قيصر وبيمشي من الغرفة. لكن بنكتشف هنا ان قيصر اصلا بيكون منامش وقاعد بيراقب من بعيد، وبيكون حاسس بكيفن وهو بيسيب الغرفة، بينما كيفن بيبدأ يراقب لويس من لما تكون قاعدة في الغرفة لوحدها. ولما بتلاحظ لويس وجوده بتبتدي ان هي تجريد ملابس النوم بتاعتها، وبعدها بيتقابلوا في المطبخ. ولويس بتكون قاعدة بتشرب المية، لكن قيصر بيكون واقف وعمال يسمع كل كلامهم من بعيد واقف بيراقبهم. وبعد كده كيفن بيبتدي ان هو يتقرب منها ويحاول يبوسها، عايز يعمل معاها العسل بالقشطة، لكن لويس بتكتشف ان ده غلط اللي بتسويه يعني في حق ابنها فبتبتعد عنه. ولما كيفن بيطلع من المطبخ وبيدخل لغرفة قيصر بيشوف قيصر قاعد على الفراش، فبيسأله انت ليه صاحي لحد دلوقتي وما نمتش. فقيصر بيطلب منه ان هو يطرده من البيت ويغادر الصبح، لكن بلاش يمشي دلوقتي عشان الوقت متأخر. لكن كيفن بينصدم وبيسأله عن السبب، لكن قيصر ما بيردش عليه وبيرجع ينام تاني. وتاني يوم الصبح بيقعد قيصر شوية وبعد كده بيروح لغرفة أمه بيطلب منها انها تترك صديقه في حاله، وبيقول لها انها تتوقف عن اغراء كيفن لان كيفن ده بيكون صديقه الوحيد. وبيقول لها كمان انها تخجل من عمرها لانها بتجري شاب في عمر ابنها. وإلويس امه ساعتها بتحس بإهانة من كلام ابنها وبتبدأ ان هي تتخانق معاه. وكيفن بيسمع كل كلامهم فبيسمع الخناقة اللي ما بينهم، فبيغادر البيت في نفس الوقت اللي طلب منه قيصر يمشي فيه. ولما بيسمع قيصر صوت الباب بيطلع ورا كيفن علشان يعتذر له لانه طرده من البيت، لكن كيفن في اللحظة دي بينهي صداقته مع قيصر وبيسيبه لوحده بالحديقة. وبعد فترة من الوقت بيرجع قيصر للبيت وهو في الطريق بيكون متضايق لانه هيشوف عشيق امه اللي دايما بيشوفه وهو راجع من المدرسة، لكن المرة دي ما شافوش وشاف صديقه كيفن اللي بيكون بيخرج من بيتهم. وبعد ما قضى الوقت مع لويس واستمتع معاها. وطبعا قيصر بيكون مصدوم لانه بيشوف امه بدون ملابس حتى بس منشفة الحمام على كتفها. وهنا قيصر بيفهم كل حاجة حصلت ما بينهم، وبيكتشف ان هو تمت خيانته من اقرب صديق له، وبيخلص الفيلم على كده.